يعني احنا في مصر بنشتكي دايما من البيروقراطية، وان الموضوع بيبقى صعب قوي انك تخلص اي ورق، او لو محتاج حاجة تخلصها في مصلحة حكومية روحك بتطلع عشان تخلص الورقة دي. ولكن لو جيت ألمانيا هتغير تفكيرك تماما، هتعرف ان اللي بيحصل في مصر ده طبيعي جدا جدا، وبيحصل اكتر منه كمان هنا في ألمانيا. وخصوصا لو جربت تعمل حاجة من اتنين، تاخد الجنسية هنا في ألمانيا، فربنا معاك بقى ان شاء الله من سنة ل3 سنين عشان تعرف تخلص الموضوع ده معاهم. ولو هتتجوز في ألمانيا برضو نفس الكلام، برضو من سنة ل2 سنين هتعرف تطلع كل الورق اللي هم عايزينه، وتستوفي كل الشروط، وياخدوا لك الموافقات، ويحجزوا لك، ويعملوا لك ويبعتوا ورقك هيصة يعني. الحاجتين دول بجد انا عملتهم هنا في ألمانيا، وكرهت نفسي وكرهت اصلا الحاجة اللي انا بعملها، ونسيت اصلا انا بقدمها يعني. يعني في موضوع الجواز ده انا ما كنتش يعني مش عارفه اقول ايه ولا ايه. بهدلوني بهدلوني بجد.